السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. قلت بدل ما انا قاعدة كده حاطة ايدي على خدي، قلت اما اعمل كده جو رمضاني ممكن يغير المود شوية ويغير النفسية. زي ما انتوا شايفين كده، قلت احط التراث الرمضاني. طبعا الرسمة بتاعة المفرش انا عايزة اقول لكم ما بتتغيرش بمرور السنين. الرسمة المفضلة ليا بألواناتها بكله والله العظيم. حاولت ان انا افرشه على كنبة الانتريه كده بس ما نفعتش خالص. يعني حسيت ان هي مش لايقة خالص يعني. لان الكنبة يعني الانتريه عايز عشان تفرشي حاجة عليه تفرشي كله بقى، يعني كله لون واحد، انما مش كنبة وكنبة. واخدين بالكم؟ بس انا موطي التلفزيون شوية. بس قلت بقى اما بصوا البياضات ديت كانت حماتي عاملاها لي، وبصراحة لما بفرشها كده على كنبة الانتريه بحس كده فيه كده جو حلو هادي. بحس ان فيه نظافة في المكان. واخدين بالكم؟ طبعا لان انتوا عارفين مش هعيد بقى وازيد تاني. يعني الانتريه ده حاولت بصراحة ان انا اغيره او انجده، حتى اتصلت بالمنجد فقال لي لا داخل رمضان ومعايا شغل كتير ومش هقدر ان انا امسك شغل تاني غير لما اخلص اللي عندي. قلت له خلاص تمام، يبقى بعد رمضان هيبقى باذن الله كده ايه نجدد الانتريه، نجدد كذا حاجه كده عندي في البيت باذن الله. ده لو ما جبتش حاجه غيره يعني. عندي ستاره. جبت رام بنتي كانت جايبه لي فرع النور ده. كنا بصراحه من السنه اللي فاتت بندور عليه ومش لاقيينه. يعني كان كل ما ننزل عشان نشتري نلاقيه خلص. فما صدقت حبيبتي لقيته في طريقها فقامت جايباه على طول. فقلت احطه كده فوق الستارة، لاني هو مكانه فوق الستارة او حيطة فاضية خالص. كده ليه كده تعليقة خاصة. فانا ما عنديش حيطة فاضية عشان احطه فيها. فقلت احلى حاجة هيدي شكل حلو وهو محطوط على الستارة، وفي نفس الوقت في المكان طبعا اللي احنا بنقعد فيه وبنتفرج برضو على التلفزيون في المكان ده، نحطه ونعلقه يعني. بس طلعت طبعا زي ما انتوا شايفين كده، احتست. انا كنت لوحدي طبعا واحتست فعلا يعني. حاولت ان انا اركبه كده فوق الستارة، مش عارفة، انا قصيرة مش طويلة فعايز حد طويل. فحاولت كده بقدر الامكان لغاية لما ركبته يعني بعون الله. يعني مخدة فوق مخدة، طلعت على الشلتة، طلعت كده يعني وقضيت. واخدين بالكم؟ انا كنت بحاول ان انا بس كل ما اجي اركبه الاقيه الكعبل من تحت، اركبه من ناحية الكعبل من ناحية. بس الحمد لله ايه قضيت وركبته. بصوا ادى شكل حلو، بس حته في نازله فوق كده في النص، انا مش طايله الحته اللي في النص دي خالص فوق، وبقى بالشكل الجميل دوت. بس قلت حد بقى يجي من الولاد ان شاء الله ويقوم ايه عادل بقى الحته اللي في النص اللي انا مش طايلها، يداري السلك يعني اللي فوق ده. بصراحه عجبني جدا جدا، حلو قوي، وحسيت بجو رمضاني بقى هادي كده وجميل كده وابن حلال يعني. المهم خلصت هنا طبعا الانتريه، فقلت اما اخش بقى على السفره برضو اظبط كده الشكل واديها كده ايه لمسة كده رمضانية. بحب شكل الفوانيس قوي في اي تعليقات على فكرة. يعني في حاجات انا جايباها كتير، هبقى برضو ايه اوريها لكم كده دلوقتي. بس بحب شكل الفوانيس. المفرش ده كان عندي من السنة اللي فاتت، يعني زي ما هو سليم وابن حلال يعني. قلت طب ما انا افرشه، هو مشمع ومشمع تقيل كمان وبيتغسل كده بكل سهولة. فطالما عندي قلت خلاص مش هجيب تاني يعني. لان كل اللي انا شفته هو ده ليه كده زي ظهر، يعني تقيل محمل بمعنى اصح. انما كل اللي بشوفهم بحس كده ان انا هفرشهم شوية شوية تراب بس يجوا عليهم كده يقطعوا المفرش. فقلت لا انا هفرش ده، وبصراحة عجبني يعني فرشه يعني، وعجبني شكله هو مفروش. جيت هنا على الباب بتاع الصالة قلت برضو احط لمسة برضو رمضانية. طلعت برضو اهو خدت الفوانيس اللي انتوا شايفينها دي، وهحاول برضو ان انا اعلقها
بلزق سولوتيب، لاني ما عنديش الدبل فيس، فقلت ايه بقدر الامكان هعلقها. والله ثبتت ما ثبتتش ابقى اجيب بقى اللي هو الدبل فيس. هو عندي على فكرة بس انا فعلا مش لاقيه، دورت عليه. انا عندي بحط الحاجات ديت في الادراج، اي ادراج في اي مكان، في المطبخ، في الصالة، في اوضتي. فقلت دورت عليه بمعنى اصح ما لقيتوش خالص، فقلت هعلق كده بسوليتيب. قلت اعلق كده وبعد كده افرد الايه الفوانيس كده بعيد عن بعضها. اجواء بقى رمضانيه بسيطه كده على قدي. يا رب كده يكون الجو رمضاني كده عجبكم. بصوا الجمال والحلاوه والشياكه. شفتوا الفنانيس، الفنان زمان مش عارفه اسمه ايه يا جماعه، بيقولوا لي اسمه ايه ده اسمه ايه؟ وانا بشوفه في الاعلانات. هو بصوا انا هحاول الزقه تاني عشان هو قاعد يقع، بس انا مبسوطه قوي. يعني مش عارفه اشكرك ازاي على كل ده. الواحد ايه يخرج كده من اي حاجه او اي حاجه وحشه هو فيه. التلفزيون عامل دوشه، بس المسلسلات بقى انتوا عارفين يعني. بس انا مبسوطه قوي قوي قوي. جميل 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 جميل. لا بس اما طفيت مطفي النور هيبقى احسن. بصوا وقوي ما شاء الله. في اي فيديو تلاقوني ببتدي الروتين الاول بتاع تنظيف المطبخ، تنظيف الارضية، تنظيف البوتاجاز. فالمرة دي هنخلي الروتين في اخر الفيديو زي ما انتوا شايفين كده. خلصت تعليقات برا ودخلت على المطبخ، نظفت البوتاجاز عشان كله دهون. و بيني وبينكم لما بلاقي كده البوتاجاز نظيف والمطبخ نظيف بحس ان الشقة كلها نظيفة. بصابون المواعين العادي البريلا او الاوكسي بتاعنا، وشوية كده كربونات وشوية خل بسيط، وبتحطي الكلام ده كله كده على بوتاجازك. وبلفت المواعين العادية او سلك المواعين الناعم بتدعكي بيه البوتاجاز بتاعك بفوطة طبعا كده. بصوا بعد لما صبنته كويس جدا ما خدش مني بصراحة اي مجهود، لاني مجرد ان انا بحط يعني الخل والصابون والصابون المواعين زي ما بقول لكم مش محتاج اي اضافات جامدة يعني تانية، يعني مش محتاجة اضافات او تنظيف كيماوي زي ما بيقولوا يعني، لان كل الحاجات اللي طالعة دي فيها حاجات طبعا كيماويات ومضرة للصدر للنفس، مضرة للجلد. فبحاجتك الطبيعية الخفيفة الموجودة في بيتك ان شاء الله صابون مواعين فقط يعني تمام، وفوطة كده وتلاقوا البوتاجاز كده لمع وبقى زي الفل. انا حاطه الفويل ده في النص عشان طبعا عين البوتاجاز دي انا ما بستعملهاش خالص غير فين وفين. اخدت كان عندي شويه بلح كده فاضلين من قبل كده يعني، فقلت اكسرهم واشيل منهم النوى واحطهم كمان في علبه، بحيث ان انا ممكن اما اجي انقع منه ولا حاجه تبقى سهله عليا جدا، يعني ان انا ما اقعدش افصص، بمعنى اصح كده بوفر وقت وبوفر مجهود. بس كده وبحطه على المطبخ عادي ما بيجرالوش اي حاجه. تعالوا بقى نعمل صينيه جلاش ونعمل كده فطار حلو جميل زي ما انتوا شايفين كده. هعمل صينيه جلاش مش بطريقه بقى ورقه او ورقه، لا احنا هنقطع زي ما انتوا شايفين قطعت كل ورقه الجلاش كده شرايط شرايط زي ما انتوا شايفين. بتوفر عليا السمنه، واخدين بالكم، وبتوفر عليا ان الجلاش بتاعي ينشف مني بسرعة. فبقطعه كده زي ما بتقولوا كده بخرطه، واخدين بالكم، بخرطه كده وبحط سمنة كده في الصينية من تحت، وبعد كده بعمل طبقة منه كده تحت وبضغطها بايديا. الطبقة دي يعتبر نص لفة الجلاش، نص لفة الجلاش بتبقى يعتبر تحت. وبعد كده بعمل طبعا
العصاج. طبعا كلكم عارفين طبعا اللحمة العصاج بتتعمل ازاي. طبعا بعد ما حطيت نص ورقة الجلاش حطيت عليها طبعا 3-4 معالق سمنة كده، وببتدي ان انا ايه افرفتهم كده مع بعض، بحيث ان انا اشربه من السمنة. وفي نفس الوقت السمنة مش كتير، لاني انا مش عايزة الصينية تبقى دسمة قوي، واخدين بالكم؟ لان الطبقة التانية والعصاج كمان فيه سمنة، واخدين بالكم؟ طبعا ضغطت عليها كده بحيث ان انا اعملها زي ديسك او زي طبقة كده مضغوطة تحت، بحيث لما انزل عليها بقى بالسائل اللي انا هنزل عليها في الاخر او عليها بيه في الاخر ما يخليهاش كده تقب يعني. مش عارفة يعني تقب، بس انتوا هتفهموا اكيد يعني. وادي العصاج بتاعي من غير اي اضافات. انا مش بعمل صينية مكرونة بشاميل عشان احط طماطم ولا فلفل ولا الكلام ده كله، لا انا بعمل جلاش بمعنى اصح، بيبقى فيه طعم السموكي شوية يعني. انا في الاخر خالص يعني انا حطيت اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا عشان بصوا ما نحرقش الاخر، فخلينا في الاخر هقول لكم انا عملت ايه. بس حطيت العصاج زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده حطيت الايه نص طبقة الجلاش التانية بكل سهولة كده، حلوة قوي وما بتاخدش مننا وقت. وزي ما قلت لكم كده، مش عبال ما تفردي ورقة وبعد كده تحطي سمنة فتلاقي الورقة التانية نشفت والكلام ده كله، لا خرطي على طول وانجزي. يعني احنا ايه في عصر السرعة، ها يا بنات احنا في عصر السرعة، انجزي وخلصي. ورمضان عايز كل حاجة بسرعة. كنت حاطة طبعا الفراخ على الشواية تتشوي. طبعا الفراخ دي انا متبلاها من قبلها بيومين، مش بيوم واحد، كمان يومين. لان انا الفترة دي بجيب، لو جبت طيور بجيب فراخ، بجيب وراك، بجيب بانيه، بتبلهم وبحطهم في الفريزر بحيث ان هم يبقوا جاهزين كده على الشوي على طول او على العمايل على طول، سواء هتشوي هتطبخي اي حاجة تبقى برضو فراخك كلها متبلة. بس الطبقة التانية اهي ضغطت عليها بكل سهولة جدا. اخر حاجة بقى بنحطها بيضتين حلوين كده، اضربيهم قوي قوي عشان لما تحطي عليهم اللبن يتضربوا برضو بكل سهولة، عشان لو حطيتي اللبن وبعد كده حطيتي البيض مش هيدوب في اللبن بسرعة، واخدة بالك؟ فانا بحط البيض الاول اضربه مع الملح والفلفل، وبعد كده احط عليه اللبن. الحليب يا جماعة، الحليب عندي بلدي، انا بحب اللبن البلدي السايب، مش بحب المعلبات بصراحة في اي حاجة، ممكن في المكرونة البشاميل، انما هنا لا. حطيت برضو كده اللبن، حوالي 1.5 كوب من اللبن، لبن الحليب زي ما انتوا شايفين. ضربتهم برضو كده وحطيت نص كوباية، مش نص كوباية، كمان ربع كوباية من السمنة البلدي، وضربت كده. وبعد كده حطيتهم على الوش كلهم، اتشرب الجلاش من السمنة. بس خدتها بقى حطيتها ايه في فرن البوتاجاز على اعلى درجة حرارة. انا عايزة وشها يحمر وتحسوا كده ان هي نفشت شوية. طبعا اثناء ما هي بتتعمل طبعا لازم اقلب بالفراخ وهي بتتشوي على الشواية. الشواية دي شواية كهربائية يا جماعة، بتتحط تحت كده المية فيها زي ما انتوا شايفين مع اي توابل عطرية، وبتشغليها عادي. المية طبعا دي عشان تدي طراوة برضو للمشويات، والتوابل العطرية تدي برضو ريحة حلوة للمشويات. تمام. وده طبعا كان فطاري النهاردة. طبعا ما تستغربوش انا فطرت او فطرت لوحدي، ويا ريت ما تسألونيش ليه، بس الحمد لله. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب.